محمد يوسف واحد من الفنانين اللي قدموا كوميديا خفيفة راقية، وكان جزء لا يتجزأ من المشاهد الكوميدية اللي لسه محفورة في ذاكرة الجمهور. رغم انه ما خدش حقه في التكريم، لكنه كان ممثل محترف بيعرف ازاي يخطف الضحكة من غير تصنع او ابتذال. على مدار مشواره الطويل ظهر في المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، وشارك مع كبار النجوم، لكن نهايته كانت حزينة مؤثرة، فكأنها مشهد درامي بيودع فيه جمهوره قبل رحيله بأيام قليلة. اتولد محمد يوسف في القاهرة يوم 27 يونيو سنة 1928، وكان من صغره مهتم بالتمثيل والضحك وتقليد الشخصيات. في طفولته كان بيشارك في المسرحيات بتاعة المدرسة، وكان بيعرف ازاي يجذب انتباه اللي حواليه بخفة دمه. ورغم ان هو كان طالب مجتهد، لكنه كان شغوف بالفن، وده اللي خلاه يسعى لدخول عالم التمثيل. اما اسرته كانت متوسطة الحال، والده كان موظف حكومي، وكان عنده امل ان ابنه يكمل تعليمه ويبقى في وظيفة حكومية مستقرة. لكن برغم ان محمد اشتغل شوية كمدرس في الفيوم، إلا إن كان دايما عنده حلم مختلف. البداية الحقيقية كانت مع فرقة ساعة لقلبك، الفرقة اللي قدمت جيل كامل من نجوم الكوميديا زي فؤاد المهندس، عبد المنعم مدبولي، محمد أحمد المصري المشهور بأبو لمعة، وأمين الهنيدي وغيرهم. هناك ابتكر شخصية المعلم شكل اللي كانت فتوة، لكنها كانت شخصية فكاهية جدا وحققت نجاح كبير. لكن محمد يوسف كان ذكي، وعرف ان نجاحه في الدور ده ممكن يحصره في ادوار معينة، فقرر ان هو يتجه للمسرح ويقدم ادوار متنوعة. المسرح كان بيته الحقيقي، واشتغل مع فرق كتير زي ساعة لقلبك المسرحية اللي كانت امتداد لنجاح البرنامج الإذاعي، وكمان المسرح الكوميدي والمسرح المتنقل، وكان جزء من جولات المسرح اللي كانت بتتنقل بين المحافظات. وكمان فرقة الفنانين المتحدين، وقدم معاهم مسرحيات ناجحة كتير، ويمكن يكون من أشهر مسرحياته اللي قدمها على الإطلاق سيدتي الجميلة، ونمرة 2 يكسب، والدخول بالملابس الرسمية، وأنا وهو وسموه، وحواء الساعة 12. رغم أن أدواره كانت صغيرة، لكنها كانت مؤثرة جدا، وكان قادر ان هو يسيب بصمة حتى لو ظهر في مشهد واحد بس. شارك في اكتر من 50 فيلم، ومن ابرز افلامه سمع هس، يا مهلبية يا، وصعيدي في الجامعة الامريكية، والمشاهد بتاعته الجمهور لسه فاكرها ولا يمكن ينساها. وكمان عبود على الحدود، وهمام في امستردام، الناظر، وجاءنا البيان التالي، وكانت اخر اعماله خالتي فرنسا اللي اتوفى بعد اخر يوم تصوير، واحكي لكم عن القصة دي بالتفصيل كمان لحظات. شارك في أعمال كتيرة في الدراما، وكان ليه بصمة واضحة زي أرض النفاق، وأيام المنيرة، وأبو العلا 90، وأوبرا عايدة. ليه أغنية غناها بصوته وتعتبر أغنية كوميدية، يعني إن هو سجل أغنية ساخرة في الإذاعة بعنوان يا كحك العيد، على لحن يا ليلة العيد لأم كلثوم، وكانت جزء من برنامج ساخر اسمه أغنية على وزن أغنية. في 2004 محمد يوسف كان بيشارك في تصوير فيلم خالتي فرنسا مع عبلة كامل ومنى زكي، وخلال التصوير كان عنده إحساس غريب إن هو مش هيكمل الفيلم. كان دايما بيقول للفريق التصوير صوروا مشاهد الأول، أنا راجل كبير ورجل جوه ورجل بره. في يوم من أيام التصوير اشتكى إن هو تعبان، وبدأ يحس بإرهاق شديد، لكن كان ملتزم بعمله ورفض إن هو يأجل التصوير. وفي المشهد الأخير ليه في الفيلم كان بيمثل دوره بشكل طبيعي جدا، لكنه كان مرهق. بعد ما خلص تصوير مشاهده طلب إن هو يرتاح شوية، وقعد على كرسي في الكواليس. فجأة حس بوجع شديد في صدره، ولما زمايله حاولوا إن هو يساعدوه فقد الوعي. نقلوه للمستشفى بسرعة، وهناك اكتشفوا ان هو اتصاب بأزمة قلبية حادة. حالته كانت خطيرة جدا، وبعد ساعات قليلة أعلن الأطباء وفاته يوم 28 فبراير في 2004 عن عمر 76 سنة. وفاته كانت صدمة لكتير من زمايله، لكنه مشي في هدوء شديد زي حياته تماما. جنازته كانت بسيطة، وما حضرش كتير من نجوم الوسط الفني، لكنه كان مع أهله وأصحابه المقربين
بيودعوه. بعد وفاته بعض الصحفيين كتبوا عن إهمال الوسط الفني ليه وإن هو كان يستحق تكريم أكبر من كده، لكن الحقيقة إن محمد يوسف ما كانش بيدور على أضواء، كان فنان بيحب شغله وكان عنده احترام كبير لمهنته. رغم إن هو ما كانش نجم شباك لكنه كان ممثل موهوب بيعرف إزاي يخلق البهجة. ما لجأش للإفيهات السطحية وما حاولش يفرض نفسه، لكنه كان بسيط طبيعي وقادر إن هو يخطف الضحكة من الجمهور من غير مجهود. سيب لنا تعليق وقول لنا إيه أكتر مسرحية أو فيلم بتحبها للفنان محمد يوسف، والمشهد اللي أنت مش ممكن تنساه ليه. حلقة النهاردة خلاص خلصت. أنا بتمنى إن أنتوا تدعوا للفنان محمد يوسف بالرحمة، وشكرا لكم. أشوفكم على خير في حلقة جديدة. ما تنساش تسيب لي تعليق، وأشوفكم على خير في حلقة جديدة. واقترحوا عليا بعض الشخصيات اللي حابين إن أنتوا تشوفوها في حلقات الفترة اللي جاية. مع السلامة. زمن الفن الجميل كان مليان بحكايات وقصص رومانسية وإنسانية عاشها نجوم جوه وبره الاستوديو، واللي برغم إنها قصص شخصية إلا إنها كانت بتاخد حيز كبير من اهتمام الجمهور والإعلام وقتها. مش كل القصص بتاعة الحب في الوسط الفني كانت نهايتها سعيدة، بالعكس في قصص انتهت بشكل مأساوي وخلافات واتهامات متبادلة وأحيانا إفلاس وانهيار تام. وواحدة من أشهر القصص اللي حصلت في الوسط الفني هي قصة الحب والجواز بين عماد حمدي ونادية الجندي. القصة اللي برغم بدايتها الرومانسية إلا إنها انتهت نهاية مأساوية خلت اسمهم دايما مرتبط ببعض حتى بعد رحيل عماد حمدي بفترة. فنان فاروق يوسف، الموهبة اللي ما خدتش حقها برغم بدايتها القوية. فاروق يوسف اتولد سنة 1943 في بورسعيد، المدينة الساحلية اللي كانت بتشهد تنوع ثقافي كبير في الوقت ده. زي أي شاب كان عنده شغف بالفن وكان بيحلم إن هو يبقى ممثل، لكن ما اكتفاش بالحلم ده وقرر إن هو يسعى لتحقيقه سنة ورا سنة لحد ما خد القرار المصيري وقرر إن هو يسيب بورسعيد ويروح القاهرة. حمدي النجم اللي كان يوم رمز للرومانسية والوسامة وعاش حياته بين الأضواء، لكن في النهاية لقى نفسه وحيد في ظلام الوحدة والاكتئاب. حياة مليانة بالدراما مش بس على الشاشة لكن كمان في الواقع. نجاحات كتيرة ساحقة، حب وغيرة وانهيار نفسي ومأساة حقيقية في آخر أيامه. في الفيديو ده هنحكي لكم القصة الكاملة لفتى الشاشة الأول بكل تفاصيلها وأسرارها.